هل اتخيلت إن سلة موبايلاتك القديمة ممكن تخليك مليونير في يوم من الأيام ومن أصحاب الملايين من غير أي تعب؟ الإجابة أيوة، أنت ممكن تحقق أكتر من مليون جنيه لو لقيت الموبايل ده في بيتك. يا ترى هو موبايل إيه؟ هو موبايل أبل أو آيفون اللي ظهر يا جماعة سنة 2007. لما نرجع كده بالذاكرة لورا هنفتكر إن شركة نوكيا أو موبايلات نوكيا كانت هي أكتر الموبايلات انتشار في الوقت ده، وكمان كانت مكتسحة الأسواق بكل موديلاتها وكل إصداراتها، لحد لما ظهر منافس جديد ليها وهو موبايل آيفون، وكمان موبايل سامسونج وموبايلات هواوي، وابتدى الناس تتهافت على شراء الموبايلات دي عشان إمكانياتها الرهيبة وكمان الذاكرة بتاعتها القوية جدا. وابتدت شركة نوكيا تتأخر وتتأخر وترجع لورا وتخسر لحد ما قفلت، وكانت هي ضحية في الوقت ده. لحد بعد كده لما ابتدى بعض المزادات العلنية تتهافت على شراء أول إصدار لموبايل آيفون اللي أصدر سنة 2007، وعرضت إن هي تشتريه ب50,000 دولار. وطبعا المبلغ ده يا جماعة يساوي تقريبا حوالي مثلا 1,500,000 جنيه مصري. تمام. الشركة دي أو المزاد ده أعلن إن لو حد قدر يجيب الموبايل ده في أسرع وقت هيقدر إن هو ياخد الجايزة دي والمبلغ ده. وطبعا هو مبلغ مش صغير، هو مبلغ كبير، بس حطوا شرط إن الموبايل دوت لازم يكون في الكرتونة بتاعته. يا ترى بقى الموبايل ده لو معاك هيكون الحظ ابتسم لك؟